بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة موضوع شيق، وهو تفسير حلم عملية جراحية في المخ. هذه المواضيع يمكن ما حدش بيتكلم عنها خالص عبر اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي أبدا. تمام، عشان كده أنا حبيت أجيب لكم حاجات جديدة، يعني قد يراها الرائي ولا يجد لها تفسير. فمن أجل ذلك لو رأى أحد هذه الرؤية يعرف إزاي يفسر الرؤية بتاعته من خلال مشاهدته لهذه الحلقة بأمر الله تعالى. عندما يرى الإنسان أنه يجري عملية جراحية في المخ، فهنا الرؤية لها دلالات تدل على مرور صاحب المنام، سواء رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، تدل على مروره بالكثير من المشاكل والمتاعب في حياته، ولذلك يجب أن يكون أقوى مما هو عليه. يجب أن هو يتصف بالقوة ويتخلص من هذه الكروب أو هذه الهموم أو هذه المشاكل. يجب عليه أن يتحلى بالقوة ويتخلص من هذه الأمور وألا تؤثر عليه في حياته. وإذا رأى صاحب المنام أو صاحبة المنام أنه يعاني من ألم بالمخ، فهذه الرؤية تشير إلى عدم قدرة الرائي على اتخاذ القرار الصحيح. يعني الرجل أو المرأة، أي أحد فيهم يرى هذه الرؤية إن هو بيعاني من آلام ويشعر بآلام في المخ، فالرؤية هنا بتعني إن هو مش قادر يتخذ القرار الصحيح أو يتخذ القرار الهام في حياته. هناك أمر ما يتطلب منه الحزم في اتخاذ قرار مصيري، وهو مش قادر ياخذ القرار دوت. تمام، فيجب عليه إيه؟ أن يتحلى بالقوة والشجاعة وأن يقدم على قراره بعد التفكير الصحيح فيه حتى لا يقع به الندم. تمام، هذا بالنسبة لإجراء عملية في المخ أو شعور بألم في المخ. تعني هذه الرؤية إنه الإنسان بيمر بمشاكل ومتاعب وسوف يتخلص منها بأمر الله تعالى، أو قد تعني أنه لا يستطيع اتخاذ القرار الصحيح، القرار المناسب اللي هو في الأمر اللي هو بيتوقف عليه حياته، قرار هام في حياته، فيجب عليه أن يفكر تفكيرا عقلانيا ويقدم على هذا الأمر. تمام، في حتة صغيرة تاني، عندما يرى الإنسان إنه بيجري عملية جراحية في فمه. إيه العملية؟ الرؤية دي بتدل على إن هذا الشخص شخص اجتماعي وشخص محبوب من الجميع، وهذا ما أردت أن أبينه لكم. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.